انت بتكرهني، اذن انا موجود. تصور لما يكون مصدر احساسك بنفسك في الدنيا هو ان يكون في حد بيكرهك. طب تصور لما يكون شعورك بوجودك مرهون بوجود ناس بتحسدك وبتراقبك وبتتأمر عليك. تصور انك ما تحسش بقيمتك الا من خلال ناس عايزة تسمك وتموتك وتخلص منك. عايز تعرف كل الكلام اللي انا بقوله ده معناه ايه؟ هقولك، بس قبل ما اقولك هدي النور، سماعاتك في ودانك، قهوتك. انا اسلام انور، بتكلم عن علم النفس، العلاقات، لغة الجسد، تطوير الذات، عشان نوصل لحياة سوية. لو انت بتتابعني على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك ما تنساش تعمل لي فولو ولايك وكومنت وشير، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتفعل الجرس لانه ده بيدعمني اكمل المحتوى. يلا بينا. زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات انه من اصعب الامراض النفسية على الاطلاق مرض الفصام، وهو واحد من فصيلة اكبر من الامراض اسمها الامراض الذهانية. اول واهم عرضين في الفصام هما الضلالات والهلاوس، وفي طبعا اعراض تانية كتير. الضلالات يعني افكار غلط صاحبها مصدقها لدرجة لا تقبل الشك، والهلاوس يعني المريض بيستقبل حاجات مش موجودة في الحقيقة، يسمع اصوات غريبة، بيشوف صور ويشوف مشاهد مش حقيقية، بيحس بحاجات محدش غيره بيحس بيها، وهكذا. المهم كل دي اعراض مرضية معروفة ومكتوبة بشكل ادق وتفصيلي اكتر في كتب علم النفس والطب النفسي. لكن مش دي كل الحكاية، ولا هي دي الغاية من الكلام. الحكاية من وجهة نظري هو ايه اللي ورا الاعراض الغريبة دي، ايه معناها وايه سببها، جاية منين ورايحة فين، والمريض عاوز يقول ايه من خلالها. يعني ايه حد يبقى متأكد ان الناس بتكرهه وعايزة تموته؟ ليه حد بيتصور ان في كاميرات بتراقبه او ان في سم في الاكل؟ ازاي حد بيشوف حاجات مش موجودة او يسمع اصوات مش حقيقية؟ طبعا في تفسيرات كتير واجابات اكتر، منها الوراثي والجيني والبيولوجي والكيميائي، وكلها قايمة على نظريات علمية غاية في الدقة. لكن الاهم والادق منها جميعا هو التفسير النفسي اللي ليه علم قائم بذاته اسمه علم السايكوباثولوجي. تصور حد وصلته رسالة اثناء تربيته وساعات في معظم فترات حياته انه مش مهم وانه ملوش قيمة. رسائل من نوعية انت ملكش لازمة، يا ريتنا ما خلفناك، كان غيرك اشطر، انت زي قلتك. تصور حد كل اللي شافه من اللي حواليه هو حب بشروط، اهتمام بشروط، قبول بشروط. تصور حد مضطر طول حياته انه ما يبقاش نفسه ويدفنها ويدفن معاها حقيقته وتلقائيته وابداعه عشان بس خاطر اللي حواليه يرضوا عنه ويقولوا له برافو. طب تخيل كده الشخص ده نفسيته هتبقى عامله ازاي؟ طب بلاش كده، حد بيتقال له اختار مستقبلك واعمل اللي انت عايزه، وبيتقال له بالتصرفات اوعى تكون غير المشروع اللي انا عايزه. واحده بيتقال لها بالكلام انت حرة ومعززة ومكرمة، وبيتقال لها بالتصرفات انت عار وجريمة وذنب. تخيل كده كل دول هيبقوا عاملين ازاي من جوه؟ احساسهم بنفسهم هيكون ازاي؟ طب يا ترى علاقتهم بنفسهم وبالعالم هتكون بأي شكل؟ بدون الدخول في تفاصيل مؤلمة، دول هم المادة الخام والتربة الخصبة للمرض النفسي. كل واحد منهم هو عبارة عن مشروع مريض نفسي من الدرجة الأولى، قنبلة موقوتة مستنية لحظة الانفجار، وده في وجود بعض العوامل الجينية والبيولوجية. طبعا الأمراض النفسية باختصار شديد جدا هي إما جنون أو دفاعات ضد الجنون. يعني اللي هيقدر منهم يستحمل واقعه المؤلم ويقدر يحتفظ ببعض من عقله في مواجهته لتربيته وظروفه وجيناته هيصاب بأمراض زي الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية. أما اللي مش هيقدر يستحمل الظروف والضغوطات والصدمات النفسية اللي شافها طول عمره، فده اللي هيقرر بشكل واعي أو غير واعي إنه ينفصل أو ينفصم عن الواقع تماما ويخلق الواقع بتاعه هو لوحده. عشان كده سموه الفصام. وهنا بقى لينا واقفة عند جملة يخلق الواقع بتاعه هو. اللي شافه مريض الفصام من واقع حياته
والناس اللي حواليه أصعب بكتير من قدراته النفسية والعقلية. علشان كده هو بيقرر يسيب العالم ده كله على بعضه ويعيش في عالم خاص بيه هو لوحده، يكون في ناس هو اللي يصنعها، وأحداث هو اللي بيصيغها، وتفاصيل هو وحده اللي بيتحكم فيها. فيبدأ يخلق أشكال وألوان وبني آدمين ليهم صورة وصوت وحياة، وينسج حكايات وروايات وسيناريوهات، ويصدق أفكار ومعتقدات وشكوك. طيب المنطقي إنه طالما اللي شافه قبل كده حاجات وحشة وخبرات مؤلمة، يبقى المنطقي إنه يخلق شخصيات جميلة وطيبة وأحداث هادية ولطيفة وخفيفة. في الحقيقة ده ساعات بيحصل، بس مش دايما. اللي بيحصل أكتر هو العكس، رغم إن ده غريب لكن مثير للشفقة لأقصى درجة. طب ليه؟ هقولك ليه. مريض الفصام بتبقى وصلته رسالة في مرحلة ما في حياته إنه مرفوض، إن وجوده مش مرغوب فيه، وإن وجوده ملوش أي قيمة ولا لازمة ولا حتى لأقرب الناس ليه. يبقى في الحقيقة هو من جواه بيتمنى أي شكل من أشكال الوجود وأي درجة من درجات القيمة والأهمية. وهنا الغلب والوجع الحقيقي. مريض الفصام بيتمنى من جواه إنه يحس بوجوده، حتى لو معنى ده إنه في حد بيكرهه، حتى لو معنى ده إنه في حد هو بيخلقه وبيتصور إنه بيحط له السم في الأكل. هو يعني كان عارف يعني إيه حب من أصله؟ هو لقى حب وقال لأ؟ هو العالم الداخلي بتاعه فيه غير كده؟ ده يا دوب بيدور على أي حد حتى لو بيكرهه وبيتأمر عليه وعايز يموته. ما هو معنى كده إنه موجود وإنه مهم وإنه له قيمة وقيمة كبيرة كمان. ده بعض المرضى من غلبهم بيتصوروا إنهم أنبياء أو إنهم المهدي المنتظر من كتر احتياجهم الشديد للشعور بالقيمة والأهمية. لا حول ولا قوة إلا بالله. تصور شدة وعمق الاحتياج اللي يخلي حد يخلق أصوات ناس مخيفة وأشكال مرعبة ويتخيل إنهم بيراقبوه وبيكرهوه وعايزين يخلصوا منه، علشان ده بيحسسه بوجوده وأهميته. تصور ضعف وغلب حد بيشك إن أي اتنين بيكلموا بعض بيبقوا بيتكلموا عليه عشان هيموت ويحس إنه مهم عند أي حد حتى لو هيتكلم عليه. مريض الفصام بيصرخ من خلال أعراضه وبيقول أنا موجود. وطبعا المصدر الأساسي لكل الهلاوس والضلالات اللي بيخلقها هو العالم الداخلي بتاعه اللي مليان كائنات مخيفة وأشكال مرعبة اتكونت جواه من خلال اللي وصله عن نفسه وعن الآخرين طول حياته. ولو منفعش كل ده بيرجع بعمره العقل شوية ويهلوس بالمية والبحر والغرق اللي بيفكروه بالسائل الوحيد اللي كان بيعوم فيه وحاسس بالأمان اللي هو رحم أمه. ولو ده كمان منفعش ينفصل تماما عن الحياة ويجيله كاتاتونيا، يعني تخشب تخليه زي أي نبات أو جماد، لا ياكل ولا يشرب ولا يتحرك. طبعا ده تفسير مبسط جدا ولا يمكن تعميمه في تفسيرات كتير وأعراض أكتر. مريض الفصام مصاب في أعماق نفسه، مصاب في وجوده ومعناه وقيمته وأهميته، مصاب بشعوره الشديد بالرفض اللي وصله بشكل قاسي ومتتابع. ازاي ما يتجننش يعني؟ نرجع هنا تاني بقى، عندك وعندي وعند اصحابنا وحبايبنا واولادنا وقرايبنا، ونقول ونعيد كمان. الدفاع القوي الناجح ضد كل الامراض النفسية مهما تطور العلم وزادت الابحاث هو وجود انسان حتى ولو واحد قبلك ومهتم بيك وبيحبك حب حقيقي غير مشروط. خط الرجعة الأخير ضد الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية في وجود كل أنواع الأدوية والعقاقير هو علاقة إنسانية يوصل لك فيها إن من حقك تكون نفسك ومن غير ما تدفع أي تمن. حائط الصد الصلب ضد الذهان والفصام والجنون بالرغم من نجاح بعض الطرق الأخرى هو إنك تصدق إنك تستاهل تعيش وتستاهل تفرح وتستاهل تتحب وإنه ده حقك. جرب تقول ورايا كده: أنا استاهل أعيش، أنا استاهل أفرح، أنا استاهل أتحب، وده حقي. الكلام الأخير ده مش بس المريض الفصام، ده لناس كتير قوي موجودة في حياتنا
ولينا كلنا، حسوا ان انتوا تستاهلوا اجمل حاجة في الحياة، لانه ده بيعزز من تقديراتكم الذاتية لنفسكم. انا خلصت الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وما كنتش طولت عليكم. حياة سوية مع اسلام انور، وسلام عليكم.